بيبتدي الفيلم بجاك اللي كان سايق عربيته في طريق وسط الغابة، لما فجأة ست بتوقفه بتطلب مساعدته لأن عجل عربيتها خربان. بتسأله لو يقدر يساعدها بس عرفها إنه مش هيعرف يعمل لها حاجة. بتقنعه يوديها لأقرب ورشة تصليح للكوريك وبيوافق غصب عنه. وفي الطريق بتعرفوا إن غلط تركب مع شخص ما تعرفوش زي ما علموها أهلها، لأن ممكن يكون قاتل متسلسل مثلا. وحتى وصفت عربيته إنها مناسبة لنقل الجثث، وبعد كده اعتذرت إنها بتقول عليه قاتل، لكنه بيعرفها إنه مش مهتم. وبعد شوية وصل للورشة وكان عاوز يسيبها ويكمل طريقه، لكنها بتطلب منه يستناها علشان ما تركبش مع حد غريب تاني، وبيضطر يوافق لأنه كده كده راجع من نفس الطريق. ولما رجعوا عند العربية الكوريك بينكسر تاني، وجاك بيتضايق وكان عاوز يمشي لأنه وراه موعد. بتفضل الست تترجاه يرجعها تاني للورشة لأنها في وسط الغابة لوحدها، وبيوافق غصب عنه تاني. لكن المرة دي وهما في العربية بتقول إنه مستحيل يكون قاتل متسلسل لأنه جبان. فجأة وقف جاك العربية واتضايق جدا ومسكوا الكوريك وضربها على راسها. بنعرف إن جاك بيحب الفن وشايف إن قتل الناس بطرق معينة يعتبر نوع من أنواع الفن. جاك مهندس مدني لأن دي رغبة أمه وشايف إنها هتدخله فلوس أكتر، لكن كان عاوز يكون مهندس معماري ويصمم بيت أحلامه بنفسه. وحتى كان اشترى قطعة أرض وفعلا بدأ يبني فيها بيت أحلامه. في الحاضر بياخد جاك جثة الست لتلاجة عملاقة موجودة في شارع مهجور محدش يعرف عنه حاجة، كان شاريها برضه. وفي باب في التلاجة دي كان مش عارف يفتحه. بيرجع ينظف العربية وبيروح يخفي عربية الست، وهو شايف ان من حسن حظه الشرطة ما قدرتش توصل لحاجة ولا حتى تكتشف العربية. وبعدها بفترة كان بيراقب ست تانية وبيفضل ماشي وراها لحد ما دخلت بيتها. بيروح يخبط عليها وبيعرفها انه شرطي وعاوز يتكلم معاها شوية. الست بتستغربه وبترفض تدخله غير لما تشوف الاشارة الشرطة بتاعته. بيقول لها ان الاشارة بتاعته عند محل الفضة بتتلمع، وده بيخلي الست تستغرب اكتر وبترفض تدخله. وبيعمل انه هنا علشان يزود وعي الناس من الناس اللي بتنتحل صفة الشرطي. وبيشوف صورة جوزها انه متوفي وبيبدأ يسألها عنه، وفجأة بيغير كلامه وبيقول انه من الخدمة الاجتماعية وده اختبار ويقدر يزود معاشها. والست بتبان انها متحمسة للفكرة وبتغلط غلطة عمرها وبتدخله البيت. وفجأة بيهجم عليها وبدأ يخنقها لحد ما فقدت الوعي، ولما فاقت بدأ يعتذر منها ورجع يخنقها تاني لحد ما ماتت المرة دي. وبيطعنها بالسكينة علشان يتأكد انها ماتت فعلا. بيخرج كاميرا وبيصورها، وبالليل بيقرب العربية من البيت وبياخد جثتها للعربية وبيبدأ ينظف البيت كويس، وبيتأكد كذا مرة ان كل حاجة نظيفة لأنه مصاب بالوسواس القهري. ولما اتأخر وهو جنب بيت الست فجأة بيشوف عربية شرطة قريبة، بيخاف وبينزل بسرعة وبيخرج الجثة الست من العربية وبيركب تاني عادي. ولما الشرطي قرب منه طلب منه ينزل ويفتش العربية، مش بيلاقي حاجة. وبيعرفوا الشرطي ان في عملية اقتحام حصلت على اول الشارع وفي ناس شافوه وهو داخل لكلير صاحبة البيت اللي هو واقف قدامه. وقتها جاك بيعرف الشرطي ان في مشكلة تانية، ان كلير كمان اختفت. الضابط راح يتأكد من البيت ودخل جوه. وقتها جاك دخل وراه، ولما الضابط طلب منه يخرج جاك عمل نفسه متضايق وانه عاوز يساعد. بيخرج بسرعة وبيربط الجثة في العربية وبيسحبها وبيمشي من المكان. والدم عمل خط طول الطريق لحد ما وصل للتلاجة بتاعته وشاف الدم وراه. ولحسن حظه الغريب الدنيا بتشتي وبتغسل الدم اللي كان على الطريق. وقتها بيحس ان اللي بيعمله صح لان في حد من السما بيساعده. وبعد فترة بدأ الوسواس القهري عنده يقل، وكان بينتهز اي فرصة علشان يقتل اي بنت يشوفها وياخدها على التلاجة العملاقة. بس افتكر انه ما صورهاش، وبيرجع ياخد اخر جثة قتلها وكانت اتجمدت علشان يرجع يصورها في بيتها. وفي طريقه شاف بنت ماشية على الطريق ما قدرش يسيبها في حالها وراح خبطها بالعربية وخد جثتها معاه. بيرجع لبيت الجثة اللي قتلها وبيدخلهم هما الاتنين هناك وبيصورهم. واخد واحدة من الصور وبعتها لصحيفة مهتمة تكتب عن الجرائم. في نفس الوقت كان برضه شغال يبني بيته. وبعد فترة كان اتعرف على بنت تانية وكان عندها ولدين، والست كانت حبته وفكرته ممكن يكون اب لاولادها. وفي يوم خرجوا مع بعض رحلة صيد وكان بيعلم الاولاد على السلاح. البنت بتجهز الاكل والجو جميل جدا، بس فجأة لما كان جاك لوحده بدأ يصوب بالسلاح على الام واولادها اللي كانوا مرعوبين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. بتحاول الام تحمي اولادها وتهرب بيهم لحد ما سمحت له الفرصة وقدر يصوب على الولد الاول وبعدها التاني وخلص عليهم قدام امهم. ما اكتفاش بكده، راح جاب الام واولادها اللي ماتوا وقعدهم على الاكل، واجبر الام اللي كانت مصدومة ومش مصدقة اللي حصل انها تاكلهم. وبعدها طلب منها تمشي وهو هيهتم بالعيال، وبدأ يعد علشان تسيب المكان، بس كانت ماشية مصدومة وده سمح لجاك انه يصيبها. ولما راح يشوف جثتها مش بيلاقيها، وكانت حاولت تهرب وفضل يطاردها بس مش بعيد بيلاقيها وبيخلص عليها برصاصة كمان. بيحط جثة الام مع الاولاد جنب عشرات الغربان جوه مستطيل من العشب وشايف انها عمل فني وانجاز اللي عمله ده. وبعد ما بنى جزء
جزء من البيت بيرجع يهده تاني وبيخطط يبنيه بطريقة تانية. بيرجع للتلاجة وبيفضل يلعب في جثة واحد من الأطفال وبيخليه واقف عشان لما يتجمد يثبت على الشكل ده. بيدور على ضحية جديدة وتعرف على بنته وخلاها تحبه، وكان بيزورها في البيت بس بيعمل انه مصاب في رجله. ولما كان داخل لأوضتها شرطي بيشوفه وبيفضل معاها شوية، ولما بتحس من كلامه انه شخص غريب بيعترف لها انه قتل 60 شخص قبل كده. بتخاف وبتخرج من البيت، وبره بتقابل الشرطي وبتعرفه اللي حصل. الضابط مش بيصدقها، لكن جاك خرج واكد كلامها للضابط وفضل يصرخ ويقول انه قاتل متسلسل. بس الشرطي مش واخد كلامه بجد وشايف انهم شاربين حاجه وسابهم ومشي. والمشكله ان البنت صدقت انه شخص طيب وممكن المشروب هو اللي عمل فيه كده. ولما دخلوا البيت وكانت عاوزه تعمل اتصال بتلاقي سلك التليفون مقطوع. خافت وحاولت تهرب تاني وحتى باب الشقه مقفول، وشافت جاك وراها ماشي بدون عكاز وبتعرف انه كذب عليها. طلب منها لو عاوزه تصرخ تصرخ، وهو كمان بدا يصرخ يطلب النجده معاها. البنت كانت مرعوبه وخلاص اتاكدت انه مش مستقر عقليا وممكن يكون قاتل فعلا، ومسكها وبيربطها وبيفضل يخيرها يقتلها بايه. بس الاول بدا يشوه في جسمها بالسكينه واخد جزء من جسمها ونزل عند الشرطي اللي كان تحت. ما كانش في عربيته، ساب له جزء من جسم البنت على العربيه ومشي. جاك شايف ان كل النساء اللي قتلهم اغبياء وهم اللي بيقعوا في فخه بسهوله وبارادتهم. بيرجع لبيته اللي كان بيبنيه وبيحس انه مش عاجبه وبيهده تاني. وفي مره كان بيشتري رصاص للبندقيه بتاعته، ومن شده المرض اللي عنده كان عامل من جلد واحده من الضحايا محفظه يحط فيها فلوسه. بعد فتره بنشوفه خاطف راجل وبياخده للتلاجة العملاقه، ولما دخل كان في كذا راجل غيره مربوطين على حديده وكانوا احياء، وكان جايبهم هنا بس علشان يجرب طريقه اعدام استخدمها الالمان في الحرب العالميه الثانيه، وهي قتل كذا شخص بطلقه واحده في الراس. وهو حابب يجرب بنفسه. وقتها واحد من اللي كان رابطهم بيعرفوا ان الرصاصه اللي هيستخدمها دي مش هتنفع لانها لصيد الحيوانات ومش هتنفع للتجربه. بيعتذر منهم جاك وبيسيبهم وبيروح يرجع الرصاص. بيرجع للمحل وبيزعق للراجل علشان يغير له الرصاصه، بس الراجل رفض وطلب منه الفاتوره. ولما طلب منه يشتري رصاص تاني الراجل رفض غير لما يشوف هويته. اتضايق جاك وخرج، وفورا الراجل اتصل بالشرطه. ولما جاك كان راجع في الطريق العربيه بتغرز في الطين، بينزل يجري وهو متضايق وبيوصل لكوخ على الطريق بتاع صاحبه اللي استقبله بالسلاح وعرفه ان الشرطه بتدور عليه وكانت عنده الليله اللي فاتت. وطلب منه يقعد وهو هيتصل بالشرطه لانها عرفت اللي عمله، وكان يقصد عمليه سطو عملها جاك. ولما كانوا قاعدين مستنيين الشرطه جاك قدر يضحك على الراجل بالكلام وخلاه ينزل السلاح وخلاه كمان يعمل لهم مشروب. بس فجاه جاك قام وطعن الراجل بالسكينه كانت معاه، وبيدخل يدور في خزنه الراجل وبيلاقي الرصاصات اللي عاوزها وبياخد واحده. وصل الضابط ودخل للكوخ وكان جاك مستنيه وخلص عليه فورا. اخد عربيه الشرطه وراح للتلاجة العملاقه وبيجهز ينفذ التجربه، بس ما كانش عارف يصوب. بيبعد البندقيه شويه، ولانه كان سايب عربيه الشرطه بره ومشغله صفارات الشرطه بتوصل عربيه شرطه تانية للمكان. في التلاجة جاك كان جاهز ينفذ التجربه، بس فجاه بيسمع حد بينادي عليه من الاوضه ضلمه. ولما النور اشتغل كان راجل عجوز اسمه فيرج وبيعرفه انه كان معاه في كل جريمه، وبيساله ليه ما عملش البيت اللي كان بيحلم بيه. بيحس جاك بالحزن، وفجاه بيسمع جاك صوت الشرطه بره. فيرج فكره انه لسه قدامه وقت يبني بيت احلامه، بس يفكر في الماده اللي هيستخدمها وهي معاه ويقدر يتحكم فيها. وفعلا بدا جاك يجمع في الجثث اللي قتلهم ويشكل فيهم ويربطهم في بعض لحد ما عمل البيت. وقتها كانت الشرطه بتكسر باب التلاجة من بره وهو مركز مع فيرج الوهمي اللي هو بس اللي شايفه. دخل جاك البيت اللي عمله بالجثث ولقى فتحه تحت نزل فيها. بيفضل يتخيل انه ماشي في ممرات وطرقات وفيرج معاه، وبيبان ان جاك بيتخيل نفسه في الدرك الاسفل في النار بسبب اعماله اللي عملها. وهناك بيلاقي طريق ممكن يخرج بيه من الجحيم بانه يعدي الجسر، بس عن طريق انه يتسلق. بيودع فيرج اللي عرفه ان ناس كتير حاولوا قبله وفشلوا لكنه هيجازف، وبيفضل يتسلق لحد ما بيوصل لمكان مش عارف يروح فين وبيقع لموته. الفكرة العامة من الفيلم بيحكي عن قاتل متسلسل اسمه جاك بيشوف جرايمه كأنها أعمال فنية وبيعتبر القتل نوع من الإبداع أو الفن. على مدار الفيلم بنشوفه بيحكي عن رحلته لراوي اسمه فيرج. في النهاية بنفهم إن جاك في الحقيقة في رحلة للجحيم وبيحاول يبرر لنفسه كل اللي عمله. المغزى أو الحكمة: الشر بيبدأ من تبرير بسيط. جاك بدأ يبرر لنفسه القتل بحجة الفن، وبكده الفيلم بيورينا زي الإنسان لما بيبدأ يبرر الشر أو يجمله بيغرق فيه أكتر وأكتر من غير
غير ما يحس. الغرور الفني ممكن يبقى طريق للهلاك. جاك شايف نفسه عبقري وفنان، لكن في الحقيقة مجنون ومهووس. والفيلم بينتقد فكرة ان الفن يبرر كل شيء، وبيقول ان في حدود للأخلاق حتى لو كان العمل عبقري. الجحيم هو حصاد اختياراتنا. في الآخر لما جاك بينزل فعلا للجحيم، ده كان رمزي جدا ان كل اللي بيعمله الإنسان بيتراكم وبيبني بيت من أفعاله، والبيت ده هو اللي بيقع عليه في النهاية. البيت اللي بناه جاك من الجثث الضحايا هو بيته الحقيقي في الجحيم. الفيلم عن الإنسان اللي شايف نفسه فوق الأخلاق. جاك هو نموذج للإنسان اللي فاكر نفسه إله أو فوق الخير والشر، واللي بيبرر كل حاجة باسم العبقرية أو الحرية الفكرية. ودي رسالة ضد النرجسية المتطرفة اللي بتحول الإنسان لوحش. الملخص أو الحكمة من الفيلم: اللي بيبرر الشر باسم الفن أو العبقرية بيبني بإيده بيت في الجحيم هيعيش فيه للأبد. الفيلم مش واقعي، لكنه مبني على عقلية حقيقية جدا لناس كانت فعلا موجودة. وبس كده. لو عجبك الفيلم اضغط على الاعجاب واشترك بالقناة وفعل الزرار بتاع الجرس، ولو انت على الفيسبوك اضغط اعجاب للصفحة. سلام.